Hallo liebe Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. درس النهاردة عن اللاحقة بار. مكانها فين في الكلمة وبتدي معنى ايه للكلمة وبيكون شكلها ازاي معاها. كل ده هنشوفه في درس النهاردة، مش هنطول عليكم ويلا بينا نبدأ. كلمات ألمانية زي trinkbar, brauchbar, erreichbar, essbar ومخبار تعبر جميعها عن الصفة قابل لي، قابل للشرب، قابل للوصول، قابل للأكل، ولكن كل واحدة فيهم لاستخدام مختلف حسب سياق الكلمة أو حسب سياق الكلمة. إيه الفرق بينهم؟ تعالوا نشوف مع بعض. وأول كلمة معانا النهاردة trinkbar يعني قابل للشرب. بنستخدمها لوصف شيء صالح للشرب، عادة بيكون للمية أو لأي سوائل أخرى زي das Wasser ist sauber und trinkbar، الماء نظيف وصالح للشرب. كلمتنا التانية النهاردة brauchbar يعني قابل للاستخدام أو مفيد، تعني إن الشيء ده ممكن نستخدمه أو إنه عملي، زي مثلا das alte Handy ist noch brauchbar، الهاتف القديم لا يزال صالحا للاستخدام. erreichbar دي تالت كلمة معانا النهاردة، يعني قابل للوصول أو متاح. بنستخدمها للإشارة إلى شيء إحنا ممكن نوصل له، سواء كان مكان أو حاجة معنوية مثل الشخص إحنا ممكن نتصل بيه، زي مثلا der Arzt ist heute nicht erreichbar يعني الطبيب غير متاح اليوم، يمكن الوصول إلى المدينة بالقطار بسهولة. ورابع كلمة معنا النهاردة essbar يعني قابل للأكل، تعني إن الشيء ده صالح إنك تاكله، سواء كان طعام لذيذ أو مجرد حاجة غير ضارة، زي diese Pilze sind essbar، هذا الفطر أو المشروم أو عش الغراب صالح للأكل. وآخر كلمة معنا النهاردة مخبار بمعنى قابل للتنفيذ أو ممكن عمليا، بنستخدمه لوصف الشيء ممكن نقوم بيه أو نحققه، زي مثلا das Projekt ist schwierig aber machbar، المشروع صعب ولكنه قابل للتنفيذ. وبكده نكون خلصنا النهاردة وعرفنا من الدرس ده ان trinkbar بنستخدمها للشرب، brauchbar للاستخدام، erreichbar للوصول أو للتواجد، essbar للأكل، ومخبار للتنفيذ. كل الكلمات دي بتصار بإضافة لاحقة بار للفعل الأساسي زي trinken trinkbar، بيديها معنى إن هي قابل لي. وبكده درس النهاردة خلص، نتمنى تكونوا استفدتوا معانا. لو عجبكم الدرس دوسوا لايك وشيروا الفيديو عشان غيركم يستفيد، ولو ما كنتش اشتركتوا معانا في القناة اشترك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. تشوس.